أمل العاش تحت القصر، سلام للهج زي الطير، شعب زي الذهب بالماء كل ما تزيد بناره، وين ما تمشي تلقى أخوه يزيد ويعلي مقدارك. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لكل مشاهدي ومتابعي تلفزيون النيل الأبيض في كل مكان. برنامج الحرب لا توقف الحياة. بدينا البرنامج في بداية شهر رمضان المعظم، واليوم وصلنا للحلقة الأخيرة عنوانها المسؤولية. نسأل الله أنه تعود علينا أيام العيد السعيد وكل البيوت السودانية تنعم بالأمن والاستقرار. المسؤولية بنلقاها في كل مكان، في كل مناحي الحياة المختلفة، إذا كان في البيت أو كان في الشارع أو كان في مكان العمل أو حتى في علاقاتنا مع أصحابنا، مع ناس البيت، في عش الزوجية. في كل المناحي الحياة المسؤولية موجودة، لكن للأسف نحن ما قاعدين نقدر المسؤولية. حتى لما تغيب الحاجات الكبيرة ما قاعد يكون في بدايل، لأنه زول لما يطلب منك حاجة تقول لي والله معلش يا أخ أنا ما عندي، لكن أنا بحاول أعمل لك الحاجة دي. يعني انت كده المسؤوليه بتاعتك تجاه الزول ما قمت بدورك، لكن اعتذرت له بصوره لطيفه جدا. طيب المسؤوليه معناها الرعايه. انت بتكون مسؤول من زول، اذا كان مثلا في البيت مسكنا المسؤوليه في البيت، اي زول عنده دور في البيت بيقوم به، لانه لما ولدك يجي يقول لك يا اخي انا محتاج للحاجه المحدده دي مسؤوليه. لانه يا اخوان المسؤوليه دي ما معناها اكل وشراب، لا، المسؤوليه هي تربيه، هي تنشئه، تعليم الخطأ، الحاجات الموجودة في حياتنا ما قاعدين نهتم بها. في زول بيكون يا أخي بس بيقول لك أنا ما مسؤول، بجيب الأكل وبجيب الشراب، لا، المسؤولية عندها مصطلحات تانية وعندها مناحي مختلفة جدا. طيب المسؤولية في الشارع العام، أي زول مسؤول في الشارع العام، لأنه الشارع العام ده حقنا كلنا. في مظاهر كثيرة جدا في ناس بتقوم بها في المواصلات، في الأسواق، في مختلف مناحي الحياة العامة. في الشارع العام انت ما من حقك، لأنه انت عندك جزء من الحق في الشارع العام. طيب المسؤولية بنلقاها في مكان العمل حاجة كبيرة جدا. في ناس اتكاليين بيكونوا دارين يضغطوا على زملائهم في أداء العمل، بيكونوا متهربين ما ملتزمين بالمواعيد، والحاجة دي بتخصم من رصيدنا كل يوم. نحن بنكون ما جايبين خبر، لانه كل يوم بتفقد زول. انت لما تكون زول ما مسؤول، ما في زول حيقدر يعتمد عليك، ما في زول حيتكل عليك في حاجه محدده، ما في زول في غيابه حيقول والله يا اخي انا خليت وراي زول مسؤول. الزول المسؤول له مكانته وتاثيره في المجتمع، لانه اذا في حاجه دارين يشوروا فيها الناس بيجوك انت اول زول. اي زول عنده حاجه داري يأديها بقول لك والله انا حاديها لفلان، لانه هو زول مسؤول. المسؤوليه دي في ناس بيتهربوا منها بصوره واضحه جدا. بتكون عارف انه في زول عنده عليك حق. يعني مثلا في زول بيتدين، زول بيتدين، ممكن بعدين تقص. بنلقى انه في زول بيتدين قروش من زول، بيقول له يا اخي برجع عليك في التاريخ المحدد، ما بيقدر. مفروض انت من واجب مسؤوليتك ترجع على الزول ده وتعتذر له. بنلقى في البيت ولدك ولا زوجتك نحن محتاجين لحاجه محدده، انت الحاجه دي ما قادر تجيبها، يا اخي تعال اعتذر بصوره لطيفه، تعال عوض الناس دي باحساس من الاهتمام، باحساس من المشاعر، اعتذر بصوره لطيفه، اكيد حيقدروا الكلام ده. المسؤوليه موجوده في كل مناحي الحياه المختلفه، وبلدنا مسؤوليه، اسرتنا مسؤوليه، اصحابنا مسؤوليه، حقوقنا وواجباتنا برضو مسؤوليه، علاقاتنا الانسانيه مسؤوليه. انت لو فقدت المسؤوليه حتكون فقدت كل حاجه. وصلنا للحلقه الاخيره من برنامجكم الحرب لا توقف الحياة في شهر رمضان المعظم. نتمنى نلتقيكم وبلدنا سالمة وآمنة. مع السلامة. أمل العاش تحت القصر، سلام للهج زي الطير، شعب زي الذهب بالماء كل ما تزيد بناره، وين ما تمشي تلقى أخوه يزيد ويعلي مقدارك.